فلسفة البلاك بيل أو فلسفة الشكل، وإزاي ممكن تدمر حياتك لو فهمتها غلط. الفيديو ده أنا عامله مخصوص لمسوخ البلاك بيل. أنا كنت عامل فيديو في بداية القناة عن إزاي تحسن شكلك، بس مشكلة الفيديو ده إن هو كان سريع وكانت معلوماته عايمة ومش مفصلة. ففي الفيديو ده المعلومات فيه هتكون تطبيقية أكتر وهتكون مفصلة أكتر. في الفيديو ده هنتكلم إيه هي فلسفة البلاك بيل من الأساس، وإزاي تقدر تحسن من شكلك فعلا بالتفصيل. كل حاجة أنا عرفتها في البلاك بيل عامة هتكون في الفيديو ده. وأخيرا إزاي ما تبقاش مسخ بلاك بيل. أول حاجة، فلسفة البلاك بيل هي فلسفة تحسين الشكل وإزاي تخليه في أحسن صورة ممكنة بشكل طبيعي بدون عمليات تجميل أو كده. وتحسين الشكل مش للبنات بس، عشان لو لقيت صاحب الكومنت ده هطيره. وفي متطرفين بلاك بيل أو مسوخ بلاك بيل بيشوفوا إن لو أنت مثلا طولك أقل من 180 سنتي فأنت خلاص كده اتحكم عليك بإنك مش هتتجوز وملكش فرصة في العالم ده، وانك خلاص مت بالحياة. طبعا كل ده عبث وكلام هبد في هبد. ليه؟ لان في حاجات مهمة زي ما الشكل مهم، منها الشخصية، طريقة التعامل بتاعتك مع الجنس الآخر أو في العموم، جسمك، فلوسك، حاجات كتير مهمة برضو. فالشكل مش كل حاجة، لكن ميزة الشكل إن هو بيخلي الجنس الآخر ينجذب ليك في البداية. بمعنى إنك لو وسيم هي هتحب شكلك في البداية، لكن لما تبدأ تتكلم معاك لو لقيتك ما عندكش شخصية ومش بتعرف تتكلم، حرفيا شكلك مش هيشفع لك في الحالة دي. فبكل بساطة هي هتمشي، أو نظرة الإنجذاب بتاعتها هتقل لما هتعرف حقيقتك. فالشكل زي ما قلنا مش كل حاجة، في حاجات تانية مهمة مع الشكل. ازاي بقى تقدر تحسن من شكلك فعلا؟ ركز معايا بقى هنا. دلوقتي هنركز في الفيديو ده على منطقة الوجنتين اللي هو الجزء ده. والميزة في الجزء ده انك لما بتمرنه عينك بتضيق شوية لو انت عندكش اندر ايز، فده بيساعد يعني ان يكون شكلك جذاب اكتر. وهنركز على منطقة الفك او الجو لاين، وهنركز على الرقبة، وهنركز على بشرتك لو فيها حبوب او كده ازاي تقدر تتعامل معاها، وهنركز على السنان. وطبعا حاجات سريعة زي منطقة بين الحواجب وشعر المناخير. اول حاجة في السريع، المنطقة دي وشعر المناخير لو عندك لازم تشيلهم. طيب هتشيلهم ازاي؟ بتجيب اي مكنة حلاقة، الراس بتاعتها بتتفك وبيكون في دماغ مخصصة للمناخير. الدماغ المخصصة دي تقدر تشيل بيها الجزء ده عادي بكل بساطة من غير ما تمس الحاجب، عشان لو مسيت الحاجب فده يعتبر تنمص. دي اول حاجة في السريع. اتكلم بقى على منطقة الوجنتين. الهدف من التمرين ده زي ما قلنا ان هو بيعمل لك شكل الهاندر ايز او بيضيق عينك شوية. والتمرين ده بيتعمل بكل بساطة بانك الجزء ده والجزء ده بتمرنهم ازاي بقى؟ بتمرنهم كده. الجزء ده هو اللي بيتحرك. ممكن تحمل على الجزء ده بانك تعمل كده، تشده شوية وتبدأ. فده بيخلي في حمل، كأنك بتمرن العضلة بحمل بدل ما انت مثلا بتعمل كده في الهواء. انت فاهم الفكرة؟ فالتمرين ده ممكن تعمله زي ما انا قلت، انك تحط ايدك كده او بدون ما تحط ايدك بكل بساطة كده، او ممكن كده وكده افضل لانك بتحمل عليها. التكرارات في التمرين ده ممكن تعملها عادي لحد الفشل العضلي. تاني تمرين هو للفك. عندنا تمرينين للفك. اول حاجة الميوينج، وتاني حاجة لبان سمارة. اول حاجة الميوينج في السريع بكل بساطة ترفع لسانك بس ما يلمس اسنانك اللي قدام عشان ما يحصلش مشاكل. بكل بساطة ترفع لسانك كده وتبلع ريقك وتقفل. بس موضوع سهل وبسيط. في البداية الميوينج هيكون صعب، بس مع الوقت هتتعود عليه وهيبقى عادة فيك، هتبقى بتعمله بشكل غير واعي من غير ما تحس اصلا. ده بالنسبة لأول تمرين هو الميوينج. تاني تمرين وهو لبان سمارة. لبان سمارة عبارة عن لبان بس هو من غير سكر وناشف شوية عن باقي الانواع التانية من اللبان. فالميزة بتاعته انه بيحمل على الفك لما تيجي تاكل اكتر من لبانة. يعني مثلا لو جيت تاكل لبانتين ل3 لبانات هتلاقي حمل على الفك اكتر من اللبان العادي. فده بيساعد على تقوية الجزء ده من الفك ان هو يكون قوي ما يكونش ضعيف، فبيخلي شكل الجزء ده بارز فبيكون شكله جميل مع الفك. في تمرين تالت للجولاين
وهو انك بتخلي ايدك فاضل الانقباض، تحطها تحت دقنك، تفتح بقك وتقفل. التمرين ده بيركز على الجولاين برضو، والتكرارات في التمرين ده لحد الفشل العضلي، لكن اللبان والميوينج كافيين جدا للجولاين. بس حبيت اقولك التمرين ده عشان لو حبيت تعمله. وطبعا تنويه سريع، انت لو عندك دهون في وشك او ميه في وشك لازم تنزلهم، لان كل التمرين اللي انا قلتها للفك عامه مش هتديك اي شكل طول ما في دهون او عندك لغط. الحاجات دي عامه بتخفي الفك عندك، فانت لازم تنزل الدهون او تنزل الميه اللي في وشك، تقلل الملح بقى او ايا يكن، بحيث انك تقدر الحاجات دي تظهر عندك بشكل اسرع. تالت تمرين هو تمارين للرقبه. عندك حاجه اسمها نيك اكستنشن ونيك كيرل، وتمرين للجزء اليمين والجزء الشمال. طبعا انت عندك نوعين من التمارين. عندك تمارين ممكن تعملها في البداية بحيث انك تعود الرقبة بتاعتك قبل ما تخش على التمارين اللي انا هوريها لك، والتمارين دي عبارة عن انك بتستهدف الجزء الامامي والخلفي والجانبي، بانك تعمل كده والناحية التانية نفس الفكرة، والجزء ده الجزء التاني. بس بكل بساطة بتقعد على التمرين ده مثلا اسبوع وتتنقل بقى للتمرين التاني، او ممكن تتنقل للتمرين التاني كده كده لو انت اصلا مش بيحصل لك مشاكل في الرقبة او كده. بس اهم حاجة تكون مسخن الرقبة قبل التمرين اللي أنا لسه عامله او قبل التمرين اللي هوريهولك. التمرين التاني اللي انا بقولك عليه هو انك مش بتجيب وزن، ما تحطش اي وزن خالص ليك في البداية، مش هتحتاج اصلا. تقعد على السرير بالحرف وتبدأ ترفع رقبتك زي نفس الحركة اللي انا عملتها، بس وانت قاعد على السرير بالطرف او قاعد على كنبة او ايا يكن. تمام. ونفس الفكرة للجنب اليمين بس طبعا بدون وزن، ونفس الفكرة مع الجزء الخلفي. كل التمارين دي بدون وزن. كده احنا خلصنا تمارين الفك والرقبة والوجنتين. نخش بقى على حاجات مهمة جدا جدا جدا، لو اللي فات مهم فده اهم، وهي قصة الشعر وبشرتك واسنانك. بكل بساطة عشان تعرف قصة الشعر المناسبة ليك انت بتقعد تجرب، يعني مفيش حاجة هتعرفك القصة المناسبة من أول مرة، لا انت بتقعد تجرب وبتصور نفسك كل مرة وبتبدأ تقارن لما تيجي تحلق مرة تانية. أنا عن نفسي كنت بحب أربي شعري، بس أنا عندي مشكلة إن أنا شعري جاف، فلما باجي أربيه بيرفع لفوق كأني عامل استشوار أصلا، وأنا دماغي صغيرة فشكلي مش بيكون حلو في الآخر. فاللي بيناسب دماغي واللي بيناسبني أنا إن يكون شعري قصير دايما. فبالتالي انت نفس الفكرة، بتقعد تجرب 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 وتشوف المناسب ليك والمناسب لدماغك، بنفس فكرة انك بتقعد تصور وتقارن ما بين الصورة دي والحلقة التانية وهكذا. نخش بقى على البشرة، وهي مهمة جدا عشان انا بيطلع لي حبوب في الجزء ده مش عارف ليه، يعني بقى وشي لا الا الجزء ده. المهم يعني عندك حلين لنقطة الحبوب دي. اول حاجة انك تجيب تلجاية وتمشيها على وشك بشكل سريع، ما تقعدش بس سيبها كتير عشان ما يحصلكش تورم. وتاني حاجة انك تستخدم مرهم. عن نفسي كنت بستخدم مرهم كيراتين 25، ده مناسب لو انت بشرتك مش بتستحمل الحاجات وبتتهيج بسرعة، فده خفيف. وفي برضو كيراتين تركيز 5، ده اقوى من 25. لو انت بشرتك مش بتتهيج بسرعة 5 هيكون مناسب، عشان انا جربت 5 ما حصلش اي حاجة ولا تهيج ولا اي حاجة. لكن لو انت بشرتك كده كده بتتهيج من اقل حاجة ف25 هيكون مناسب جدا ليك. اخر حاجة سنانك. لو انت مش بتغسل سنانك فريحة بقك هتكون زي الخرا، ونفس الفكرة شكل سنانك هيكون وحش، والمشكلة ان محدش هيقولك كده. فعلى الاقل اغسل سنانك مرة واحدة في اليوم، ممكن بعد القهوة. انا بفضل الموضوع ده بحيث ان ما يحصلش تصبغات في السنان. واخيرا ازاي ما تبقاش ماسك بلاك بيل. بص يا صديقي، كل التمرين اللي قلتها كافية جدا في تحسين شكلك، فالهوس بالتمارين والهوس في تحسين الشكل 24 ساعة، وان يكون وقتك اغلبه في تحسين شكلك، فانت كده هتبقى منسون وهتضيع وقتك في حاجات تأثيرها هيكون طفيف، لان اغلب البلاك بيل معتمد على الحاجات اللي انا قلتها دي، مش محتاج غير تمارين تانية. بس التمارين التانية دي برضك مش اللي هي تأثيرها ممكن يكون طفيف جدا، زي مثلا انك ترفع لسانك فوق،
تحرك الجزء ده عشان لو في دهون او كده تتحرق. بس التمرين ده يعني مش اللي هو انت كده كده لو نزلت دهون واهتميت بانك بتاكل لبات سمارة والميوينج كل ده هيساعدك. ضيف عليها ان التمرين اللي أنا قلتها مش هتاخد من وقتك كتير، انت ممكن تعملها كلها في حوالي نص ساعة مثلا، لان اكتر تمرين فيهم هو تمرين الرقبة ممكن ياخد منك ربع ساعة. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. لو عجبك او استفدت منه اعمل لايك وقولي في الكومنتات. سلام.